مجيد الله أرسل لي أحد الإخوة، أسأل الله لي ولكم وله الهداية والإيمان، قال إن رأسا من رؤوس دعاة الفتن والمنازعة والمخالعة وأنسال الخوارج كتب ردا على من ينهى عن الخروج على ولاة المسلمين أخذا، يعني هذا الناهي مثلنا آخذ بأثر نبي الله عليه الصلاة والسلام. بالله عليكم رب هذا البيت، رأيتموني يوما حججت أحدكم بأحد غير نبي الله أو جماعة أصحابه؟ والحمد لله. مرة قلت لكم أدين الله أن الشافعي قال، أو أن أبا حنيفة قال، أو أن ابن تيمية قال، أو أن الغزالي قال؟ مرة حججتكم بهذا؟ ولا أقبل أن يحجني أحد بكل الأمة حتى ينزل عيسى بن مريم ما لم يكن حجتهم نبي الله وجماعة الصحابة. واضح؟ يزعمون بسند فيه مقال أن نبي الله عليه الصلاة والسلام قال: أنا وأصحابي حيز والناس حيز. لو سلم لهم السند هذا عليهم حجة. واضح يا أخواننا؟ ولا نعلم عالما قال إني حجة حتى أحتج أنا به. هاتوا لي عالم قال إنني حجة الله، في تعرفوا هذا؟ لو قالها فهو كذاب أخوان، فليس بشيء. فإن كان العالم لا يرى نفسه حجة فلما أراه حجة؟ هو بيقول لك ألا تصدق العالم؟ ألا تصدقوا؟ بصدقه. قال إنني لست حجة الله. الآن إذا قلت له بل أنت حجة الله كذبته. شيخ أخواننا، حجة الله نبي الله وما كان عليه جامع أصحاب نبي الله. طيب، فكما قلت لكم من قبل نأتيهم بالبينات والآيات والأسانيد الثابتات عن نبي الله، ويأتوننا بترهات فلان وفلان وأماني فلان وشهوات فلان. في سورة البقرة قال الله تبارك اسمه عن بني إسرائيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. ابن عباس رضي الله عنه قال: أماني يعني كذب، يعني لا يعلم هؤلاء عامة بني إسرائيل عن القرآن إلا كذب أحبارهم عن التوراة. عفوا، الأحبارهم كأحبارنا، يقول الله ويقول نبي الله ثم يقولون ويشتهون اتباع سنن بني إسرائيل. فلما قال الله إلا أماني، الأماني هون مش يعني اللي بيظن الناس أنه يتمنى يكون له ويكون له، الأماني الكذب. كان يفتعل أحبارهم الدين والكذب ويؤمن هؤلاء به ولا يعلمون التوراة. عثمان رضي الله عنه قال: ما تمنيت منذ أسلمت، يعني ما كذبت منذ أسلمت. واضح أخواننا؟ فهذا منهم أماني، آتيكم بمثله. وأنا يعني ذهب العهد مني أن أسمي عمن أقول حتى يتبين ولا يضل أحد. هذا رجل جزائري اسمه علي بن حاج، من رؤوس الفرق في الجزائر، قائم على فرقة تسمى جبهة الإنقاذ، وتشققت وانشقت واختلفت. هذول قبل 20 سنة كانوا دخلوا الانتخابات وفازوا بصناديق الاقتراع، تعرفوا هذا؟ وطبعا الانتخابات وصناديق الاقتراع ليست من عمل الأنبياء، وإن حاج العلماء أحاججهم عند الحجر الأسود. ليه؟ إنه هذا الانتخابات وهذا لا نعلمه عن نبينا، بل نهى نبينا عنه، حتى قال عليه الصلاة والسلام: إنا والله، اسمع، إنا والله لا نولي هذا الأمر من سأله ولا من حرص عليه. أليس الاقتراع والترشيح سؤال ملك؟ صحيح أخواننا؟ حتى قال النبي إنه حتى لو لم تسأله
لو رؤي عليك الحرص منعناك، من سأله ولا من حرص عليه. الانتخابات أليست من سؤال الملك؟ طبعا احنا أجبنا بهذا، ولا حجة لهم بما فعل يوسف لما قال اجعلني على خزائن الأرض. ليه؟ هو كان الملك يعني نائم على سريره فاستطرق عليه يوسف فقال له والله أنا يعني أحسن كذا، يا ريت لو تشغلني، وفي كمان 10 وزراء، هي أنا اللي بسموها السيرة الذاتية، تعرف لما يتقدموا للوظائف في السيرة الذاتية، وهي أنا أحسن كذا وأحسن كذا، وشوف إيش بيطلع، وإذا بتحب نعمل انتخابات. هكذا دخل يوسف. يوسف كان كما تلوت عليكم من الصورة بما أخزت الصورة كل الفرق والأحزاب الساعية إلى ما لم يأمرهم إليه الله به الله. يوسف ما مكنه الله حتى فر من الدنيا بنسائها وشهوة نسائها. حدثتكم بهذا. فقال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين. قال له أنت اليوم مكين أمين ذو مكانة، اطلب من بين من. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. من استعمل من؟ هو الملك بادأ يوسف، ويوسف لم يقترع ولم يتقدم. واضح؟ فلا حجة لهم. هؤلاء كما قال نبي الله يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم. جيد. هات هذا. أنا قدمت لما قلت لكم أننا نأخذ بكلام الأنبياء ويأتونهم بالأماني. كبروا الله. يعني لما قال الله في النساء ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. الأماني هون ليست الشهوات، يعني إحدى لما تقول مش على خاطرك ولا على خاطر فلان ولا على كيفك، هذه الأماني اللي هو رأيك. أليس الرأي الكيف؟ ولو اصطنعته وقيسته وفعلت ما فعلت. كبروا الله. قال هذا اللي يقال له علي بن حاج يزعم وعاظ السلاطين وعلماء السوء، وهو منهم، هو من علماء السوء، أن كل من خرج على حاكم جائر فهو من الخوارج. وهذا كلام خطير. هو يقول أولا مرة أعذتكم بالله من عالمين: عالم السلطان الذي يدع سلطان السماء ويقول بشهوة سلاطين الأرض، ذاك عالم شيطان عوذتكم بالله منه من قبل. وعالم آخر يقول ما يشتهي العامة والناس وما يرى من أحلامه وأضغاث أحلامه وهواه. كلاهما شر، أعاذكم الله من كليهما. تذكر لما يعني أعاذتكم بالله. فالعالم الذي يقول ما تشتهي العامة والشعوب احذروه، والعالم الذي يقول ما أمر الولاة بمعصية الله احذروه، والعالم الذي لا يستحي ولا يخشى أن يقول قال الله قال رسول الله أولى بالصدق منهم. كبروا الله. الشعوب، أنا سمعت بعدما جرى في غزة أن مشعل سئل عن من ناصر ومن خذل، قال نعم إيران أمدتنا بما مدتنا به، ولكن اختلفنا معها لأجل موقفها من سوريا، لأننا هو بيقول مع الشعوب. يعني أين هذا في الدين؟ يعني أين جاء النبي فقال إنني مع الشعوب؟ يعني مع الثورة البلشفية، مع ثورة الباستيل، شيء يا أخوان، مع ثورة العبيد، أي شيء يا أخوان. شو بصير؟ أنا مع الشعوب، كفار مسلمين، أنا مع الشعوب. ما هذا الميزان الأخرق الأعرج الأعوج؟ وين يا أخوان؟ شو هذه أنا مع الشعوب؟ درسناكم من قبل، هذا لحن القرضاوي من قبل. الشعوب، فإن كانوا مع الشعوب فهم مع الكلاب الذين قتلوا عثمان بن عفان. ألم يكونوا شعبا ثائرا؟ من قتل عثمان إلا علوج مصر، كانوا علوجا جاءوا من مصر، قتلوه في الشهر الحرام في ذي الحجة
كانوا جايين يعني يريدون وجه الله. أراد أحدهم أن يجز رأسه عثمان رضي الله عنه ولعن من قتله. طبعا يحدثون أن الصحابة أن صاحبين كانا في من قتل عثمان، ولا يصح هذا بسند. ومن أحسن القول أن تعلموا أن الحسن البصري ممن شهد قال ما كان فيهم أحد من الصحابة بل كانوا علوجا من مصر. فما يزعم عن عمرو بن الحمق وعن عبد الرحمن بن دعيس أنهما كانا وهما لا يصح لها سند، والحسن البصري أشهد وأحضر. كذلك قالوا أن محمد ابن أبي بكر كان في من قتلوا. هي محمد ليس من الصحابة، محمد ابن أبي بكر ليس من الصحابة بل هو من التابعين، هو من التابعين. ولا يعني ما يمنع يكون حاله كحال ابن نوح، رجل اعتدى على رجل كعثمان. الحسن البصري كان إذا قالوا له عن هذا الذي قتل عثمان إن صح أسانيدهم فقال الحسن البصري ذلك الفاسق. الحسن قال عنه ذلك الفاسق أن قتل عثمان. كبروا الله. فلما تقول أنا مع الشعوب يعني أنت مع الشعب الذي خرج على عثمان يريد حقه ومظلمته، صحيح؟ ألست مع الشعوب؟ شك بيقولوا تنين يا مشعل وقرضاوي. الشعب اليوم في مصر، الشعب اليوم في مصر له حاجة ورؤية وحرية ومطالب ومطالب. أنت مشعل والقرضاوي مع الرئيس أم مع الشعب؟ ثم لو قلت لي هكذا تقية إنك مع الشعب بكل ما هو عليه بكل ما يريد، هذا لا نعلمه. الدين كالمنخل لا يؤخذ منه إلا ما ثبت وإلا ما رشد. كيف يعني تتبع هذا يعني بعواهنه؟ واضح يا أخوان؟ قولوا لا مشعل ولا القرضاوي. اليوم في ثورة في مصر بين قوسين مليونية كذا، نفسها كما تدين تدان. مش كانوا ينزلوا على الميدان؟ اليوم بينزلوا على الميدان. سمعت أن الرئيس قال لهم إنه هذول بلاطجة. أليسوا هم من خلعوا الأول وصرت بهم رئيسا؟ صاروا اليوم بلاطجة شعوب. فقولوا لخالد مشعل وجب أن يقف مع شعب مصر ضد رئيسها بكل ما يتمنى الشعب، بكل أماني الشعب. مش هيك يا أخوانا؟ أنت مع الشعب البلشفي؟ أنا مالي ولهم، تهلك الثورة البلشفية والقيصر البلشفي، ولا لا يا أخوان؟ مالي ولهم. كبروا الله. هذا من الأماني. لما يقول لك أنا مع الشعوب هذا إيش يا أخواننا؟ من الأماني، يعني من الكذب، من الرأي والهوى. كبروا الله لتسمعوا أين محل الأماني من الهدى. في سورة النجم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. قال الله بعدها إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، اسمعوا ومجدوه، ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن، اسمع، وما تهوى الأنفس، اسمع، ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى من الظن والهوى فلله الآخرة والأولى. كبروه. وكم من ملك لا تغني شفاعتهم، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا. فالملائكة الذين في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، إنما هذول المشيخات الذين في أدنى الدناءة من الأرض تبلغ شفاعاتهم حتى ترد حدود الله. في سند صحيح عن نبي الله قال عليه الصلاة والسلام من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في ملكه. كبروه. فهذا علي
قال طبعا أنا الآن هو يتكلم عن علماء السلطان وعلماء السوء، قلت لكم وأعذتكم من كليهما. هو ليس من علماء السلطان، والحق يقال هو من علماء سلطان هواه وسلطان قلبه وأشياخه، وهو عندي من علماء السوء ودعاة الضلالة على أبواب جهنم، أعاذ الله منها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال هو أنهم يزعمون أن كل من خرج على حاكم جائر فهو من الخوارج، وهذا كلام خطير. اسمع كيف سيفنده بالآيات والأسانيد والأحاديث بما يلجم القائلين ويقطع قول كل خطيب. اسمعوا بينات. كما رفع أحدهم مرة إلى شويخ شامي عني يستغيثون به ويلوذون به، قالوا له إن ابن إبراهيم أتى بكم هائل من البينات من الآيات والأحاديث. هو شاعر، هو الفتى مسكين المفتون شاعر أننا أتينا بكم من هائل من البينات. فرد علي شويخهم ب7 نقاط ما فيها آية ولا بينة. واحد بيقول لك كم هائل، جيب له على اللي مثله. طيب اسمعوا الآن البينات. قلت لكم يا أخواننا من هاي، أول ما تحاجج رجل في الدين فيلوذ إلى قول العلماء فاعلم أنه لم يجد من الوحي شيئا. سمعتوا يا أخواننا؟ إذا حاججت رجلا ففر ولاذ بقول الناس والعلماء فاعلم أن ليس عنده من الوحي شيء. اسمع هذا. قال وهذا كلام خطير مفاده عند التحقيق، قال يعني كأنه حقق تجريم بعض الصحابة وكبار التابعين وهم سلفنا الأول وخير القرون ممن خرجوا بالسيف على حكام الجور دون أن يظهر من حكام الجور منهم كفر بواح، بل طبقوا أحكام الشريعة. يعني الحكام اللي خرج عليهم بعض الصحابة وكبار التابعين ما كان ظهر منهم كفر بواح، بل طبقوا أحكام الشريعة وفتحوا البلاد وهدوا العباد وكسروا إمبراطوريات الطغيان. حلوة إمبراطوريات. ألم يخرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية وفيهم عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله عنهما، وحط علامات تعجب وعلامات استفهام. خذوا علامات التعجب والاستفهام. كبروا الله. أسأل الله أن يهدينا جميعا وأنا ابتداء، وأن يكفينا الضلالة، وأن يستعملنا في مرضاته وفي كسر أوثان الناس وأصنام الناس. كبروا الله. لما قال لكم إنه هذا تجريم، اسمع، بعض الصحابة، ليه ما قال تجريم الصحابة؟ لما قال بعض الصحابة، طيب السؤال الثاني، باقي الصحابة؟ هو قال إنه هذا تجريم لبعض الصحابة، سمهم لنا. يلا. عبد الله بن الزبير قصده له صحبة لأنه رأى نبي الله واختلفوا في الصحبة، ده أسميه له صحبة لأنه كان غلاما. مش عبد الله بن الزبير أول من ولد في المدينة، يعني لما مات النبي عليه الصلاة والسلام بيكون عمره 10 سنين، له صحبة. غيره مين منهم قصدك؟ عمرو بن الحمق وعبد الرحمن بن دعيس. قلت لك ما صحت الأسانيد على هذا. 2 صار عندك 3 من الثابت، وهذول هم الصحابة، وابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأنس. فهو لما يقول لك بعض الصحابة تغشنا في ديننا وبظننا احنا يعني أولاد، لما مات عليه الصلاة والسلام ترك آلافا من الصحابة، فلو عد أصابعه 10 وأصابع من حضروه ما بلغ من كان من الصحابة.
مين بدك من الصحابة؟ مين بيقصد؟ فلما يقول لك تجريم بعض الصحابة، أيجوز الخطأ على بعض الصحابة؟ قولوا فليقل لكم يجوز الخطأ على بعض الصحابة والعصمة لجماعة الصحابة. اسمعوني دائما لما أتكلم بقول لك وجماعة نبي الله، ما بقول لك والصاحب. واحد صاحب نفسه يرد الصاحب الآخر، والصاحب لا يحتج بالصاحب. واضح يا أخواننا؟ فلما تبين هذا الخطأ وارد على بعض الصحابة، على واحد وعلى اثنين وعلى ثلاثة، إنما القول قول جماعتهم رضي الله عنهم أجمعين. جيد. فهذه الغش الأول والسحر، العقدة الأولى من السحر. انتبهنا لما قال بعض الصحابة، طبعا هذا غش بعض الصحابة. الثانية وكبار التابعين، زي مين؟ طبعا بده سعيد بن جبير، وعامر بن شراحيل الشعبي، ويمكن معاه كثير. مين؟ ولا مرة. يمكن معاه كثير كبار التابعين. أكبر كبار التابعين كما يلحنونهم الحسن البصري. ليه قلت أنا كما يلحنون؟ لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام إن أفضل التابعين أويس ابن عامر القرني. لليوم بيقولوا أن الحسن البصري سيد التابعين. الحسن سيد ولكن النبي أسود منه. مش هيك يا أخوان؟ فالنبي اللي قال جيد. فالحسن البصري أبى أن يخرج، ولما جاءوه لأجل الحجاج أبى عليهم ونهاهم. فهو لما يقول لك كبار التابعين، تعال التابعين، لما تقول التابعين، التابعون لمن؟ للصحابة. فدعك من أعمال التابعين ما لم تكن بحسن اتباع للصحابة وليس لبعض الصحابة. فلا يكون التابع تابعا حتى يتبع أصحاب نبي الله. صحيح ولا لا؟ فالتابع عصرا المخالف عملا ليس تابعيا. يعدون من رؤوس الضلالة والبدع من القدرية والجبرية والمجانين والمعتزلة وأمثالهم وأهل الكلام، كانوا تابعين عصرا ضلالا عملا. إذا أنتم استمسكتم بالأثر واتبعتم الأنبياء والصديقين أنتم بعيدون عصرا متبعون عمله، تابعون عمله. فلما يقول لك كبار التابعين، لا يكون التابعي تابعيا بإحسان مرضي إلا أن يتبع أصحاب نبي الله. واضح يا أخوان؟ أحد الصحابة عثمان بن مضعون أظنه تأول وشرب الخمر في خلافة عمر. تأول آية المائدة: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فقال لك يعني مش أنا المقصود، فشربها. تأول. فما يمنع أن يكون ابن الزبير وعمرو بن الحمق إن كان تأولوا. هل لم يتأول فلان بالخمر؟ شيخ يا أخوان، ماعز الأسلمي زنى رضي الله عنه وغفر له. صحيح؟ إيش هذا عمل الصحابة؟ هذا عمل بعض الصحابة؟ هيك بتقول؟ ما لك وللرجل؟ أخطأ الرجل. جيد. كبار التابعين بيقول لك وهم سلفنا الأوائل اللي هم التابعون المتبعون، التابعون المتبعون بغير تفريط ولا مخالفة، سلفنا الأوائل. وإلا كان من التابعين الجعد بن درهم أو من أتباعهم، وصفوان واصل ابن بعيد، يعني هذول أساميهم بتخزي في البلد، وفلان وفلان، هذول ما كانوا يا أخي عصرا، وهم اللي فتحوا باب الضلالة على المسلمين. كبروا الله. هل هو بيقول إنه هذول خرجوا بالسيف على حكام الجور دون أن يظهر منهم كفر بواح؟ تبعوا
هذول بعض الصحابة كما قال هذا بالحاج وكبار التابعين خرجوا على أئمة الجور دون أن يظهر من أئمة الجور كفر بواح. طب ما هذا مخالفة بواح لعمل نبي الله. يا إخواننا نعم استمعتم؟ هو بيقول أن هؤلاء بعض التابعين بعض الصحابة وكبار التابعين خرجوا على أئمة الجور ولم يظهر من أئمة الجور كفر بواح. طب ما هذا ورب هذا البيت مخالفة لصريح الحديث، حديث عبادة بن الصامت ألا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا. طب فإن فعل بعض الصحابة وكبار التابعين مخالفة، الحجة بأعمال الناس أم بنبي الله عليه الصلاة والسلام؟ واضح أخواننا؟ يعني مرة اختلف زيد بن ثابت وابن عباس في مسألة في الفرائض من الميراث. جيد؟ فلما اختلفا قال زيد قولا وأرسل إليه ابن عباس يخالفه، فقال له زيد: اسمع رضي الله عن الرجلين، أنت رجل وأنا رجل، قلت برأيك وقلت برأيي، نقطة. فلما تقول لي ابن الزبير طلع بقول لك رجل فعل برأيه عندنا أثر نبي الله، تالله لو كنت ثم لقلت لابن الزبير ما قال عبد الله ابن عمر لابن الزبير. لما قتل ابن الزبير سألوا عبد الله ابن عمر: أليس من بعض الصحابة عبد الله بن عمر؟ عبد الله بن عمر أثبت من ابن الزبير وأثبت من ابن عباس. ابن عمر رضي الله عنه خلي مثلهم شيك. قال بعدما قتل ابن الزبير قال ابن الزبير: نكث عهد بني أمية. تفضل يا شيخ. فإن قالوا أن ابن عمر أصاب فقد أخطأ ابن الزبير، وإن أصاب ابن الزبير فقد أخطأ ابن عمر، فبالتالي يخطئ هذا ويخطئ هذا، والحق في عمل من؟ نبي الله عليه الصلاة والسلام. واضح؟ لما أراد أن يخرج الحسين، طبعا هو نسي، يبدو أنه نسي أن يحتج بالحسين. لما خرج الحسين فكرك شيعه الصحابة أن هنيئا لك يا ابن بنت نبي الله. قال ابن عباس: لولا أن يقول الناس لنشبت أظفاري في رأسك. أتاه ابن عمر يجري عن 3 أيام. قال له جابر وقال له سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري، نهوه. ثم كان ماذا؟ خرج الحسين، ثم كان ماذا؟ فتح على المسلمين. قولوا لي بالله عليكم، فتح على المسلمين. فرقة المسلمين الأكبر اليوم الشيعة من يومها، والانطيب والمصائب من الشرك وأمثاله من يومها، وعبادة الحسين من دون الله من يومها، وعبادة الزهراء من يومها. تالله رأيت رجلا شيعيا على فضائية، يعني إذا جلست هكذا تدعو من دعاه محمد عليه الصلاة والسلام، من سجد له إبراهيم وجبريل. فرأيت رجل يقول: يا زهراء كنت ضعيفا مخطئا، بيستغفر الزهراء. طيب كبروا الله. فكما قلت لك، إذا احتجوا بابن الزبير ابن عمر خطأ ابن الزبير، إذا احتجوا بالحسين احتججنا بالحسن. أبى الحسن أن يقاتل، أو يعني الحسن أبى أن يقاتل علي من قاتل من جند الشام، ولما دالت له صالح المسلمين وتركه. فإن احتجوا بالحسين احتججنا بالحسن الذي جعله جد الحسن سيدا في المسلمين. قال: ابني هذا سيد، لعل الله أن يصلح به بين طائفتين من المسلمين. واضح أخوان؟ فكلما احتجوا بصاحب احتججنا بصاحب، وكلما احتجوا بتابع احتججنا بتابع، حتى ينتهي الأمر وجوبا إلى نعل نبي الله عليه الصلاة والسلام. بمن كان يحتج أبو بكر وعمر؟ قولوا لي أخي، بأبي بكر وعمر. يعني إذ حاج أبو بكر الناس قال لهم: أنا أبو بكر،
قال عمر: أنا عمر؟ كانوا يقولون: بلغنا أن نبي الله، حتى قال أنس خادم نبي الله رضي الله عنه، أنس قال: بلغنا نهانا كبراؤنا من أصحاب نبي الله. اسمع أنس بيقول: نهانا كبراؤنا من أصحاب نبي الله قالوا: قال رسول الله: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، أطلع لي قرنك كل رأس في الخوارج. اطلع قرنك، ما تكتب لي من وراء الشاشات، ما ترسل لي في هكذا، هذا بيت مقدس، من كان منكم ذا قرنين فليطلع لنا قرنه نكسره بالنبوة وكلام نبي الله عليه الصلاة والسلام. عجيب عجيب، لا إله حديث يا أخوان. تقول كبار التابعين هكذا إهانة وتضليل بعض الصحابة. أتيناك بصاحب أكبر منه، أتيتنا بتابع أتيناك بتابع أكبر منه. عندنا خرج عامر بن شراحيل الشعبي من التابعين، خرج مع عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج، فلما انتهت قال عامر: ما خرج أحد إلا ندم. أقول لك ما ندموا. لما انتهت معركة الجماجم بين الحجاج وابن الأشعث عن 150,000 من المسلمين، بارك الله في بن حاج وفي الغنوشي وفي المجانين، ما شاء الله. ألم ينههم نبي الله؟ كان يقول: يا ثارات الصلاة. ثم انتهت إلى ما انتهت إليه، فقال عامر بن شراحيل: وما أدراك؟ قال: ندمت، وما خرج أحد إلا ندم. أقول لك ما ندموا، لا يعنوننا في شيء ما خالفوا نبي الله. واضح؟ كبروا الله. خلينا شيخ. عباس مدني من الدوحة يقول: الوضع في الجزائر قريب من الانفجار. فرحان، هي بيقول لي عباس مدني هو هذا رأس الخوارج هناك والفرق والسوس الناخر في بلاد المسلمين. يعني بيقول لك معارضة يا اخوانا، ذكرني فيه، بيقول لك معارضة، احنا معارضة. هذا اللي هو الآن رئيس الوزراء التونسي اللي هو الجبالي، هذا قبل ما يعني لسه ما يسمى الثورة في أوجها، قالوا له: بدك تدخل الحكومة؟ قال: لا، احنا معارضة. مش عجيب؟ بيقولوا: ستدخل الحكومة؟ قال: لا، احنا معارضة. يا اخي انت معارضة على طول. افرض ان الرجل جاء كامير المؤمنين اراد ان يطيع الله ورسوله، انتم معارضة؟ شو العمى هذا؟ ما في يا اخي، ما في شيء اسمه معارضة عند نبي الله، في شيء اسمه مناصحة، في عندنا شيء اسمه مذاكرة، ان نناصح ولاة امورنا. شو هم منين بيجيبوا هذه المعارضة؟ لا دين لهم. عجيب، بقول لك معارضة. ثم قال لنا: لن ادخل. الان هو رئيس الوزراء. فكرة كيف يعني؟ تمنينا عليه، يعني بكينا عند عتباته. الإخوان المسلمين في مصر قالوا: لن نرشح رئيس ولن نرشح إسلامي، مش رئيس منا، لن نرشح إسلامي. رشحوا رئيس وأخذوا الرئيس وأخذوا المجلس وأخذوا وبعدين بما وفيتم؟ عجيب. عباس هذا بيقول لك إنه الوضع في الجزائر على فوهة يعني انفجار وبركان. نفرح يعني لما تقول انفجار؟ يعني كم سيقتل؟ عدوا نبي الله، عدوه، بشروا نبي الله. أن عباسا مدني بيقول أنه سينفجر البركان في الجزائر، بشروا نبي الله. كم سيقتل من بنيه وأمته فيها؟ قولوا له كم سيقتل هؤلاء؟ طبعا قتل آلاف مؤلفة. بما يا اخوانا؟ بما يتأولون كما قال عمر سيدهم ومولاهم وأمير المؤمنين. قال عمر: أخاف عليكم رجلين، رجلا قرأ القرآن فتأوله على غير تأويله فقاتل عليه، ورجل رأى نفسه أحق بالملك من صاحبه فقاتله عليه. ابن عمر قال لسويد بن غفلة أبي أمية، قال: لعلك أن تخلف بعدي، اسمع وأطع للأمير، إن ظلمك فاصبر، إن ضربك فاصبر، إن حرمك فاصبر. هذا مين اللي بيقول؟ ابن الزبير أعز نفسا وأكثر علما من ابن الخطاب. عدي بن حاتم وما أدراك رضي الله عنه، سيد
ولا يكون السيد سيدا إلا يكون عزيزا. قال للنبي عليه الصلاة والسلام: لا نسألك عن طاعة من اتقى وأصلح، يعني أمراؤنا المتقون الصالحون المصلحون علمنا وجوب طاعتهم، إنما نسألك عمن فعل وفعل من الشر. ماذا قال عليه الصلاة والسلام لابن الحاج ولمدني ولابن جبير ولابن الزبير؟ أمع ابن الزبير آية ليست معنا؟ معه حديث ليس معنا؟ لم يكن آية وحديث مع أصحاب نبي الله؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال لعدي: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. اسمعوا لنبي الله وأطيعوا نبي الله وكذبوا أمثال هؤلاء جميعا. كذب كما قلت لكم، كذب كما قلت لكم، لا يجرؤون أن يطل أحد بقرنه ولا أن يخرج لسانه فجرة، لا يتكلمون إلا من وراء حجاب. ورق، ببعث لي ورق وبنشر. هي لسه إن كانت ورقته هذه فيها أخطاء نحوية يعني لا يخطئ فيها الغلمان، عجيب أمر. فبقول لك إنهم خلعوا حكامهم ولم يظهر منهم كفر بواح. طب هذا مخالفة بواح لعمل نبي الله. ها؟ لم يقرأ حاجة. لا هو أبى أن سيأتيك بدك تسمع اللي أنا جاي عليه يا شيخ. بقول: ألم يخرج أهل المدينة على يزيد بن معاوية وفيهم عبد الله بن الزبير ابن العوام رضي الله عنهما. قال ابن كثير في البداية والنهاية يصف حال أهل المدينة. هي حججهم، هي الحجج. آتيكم من آية الأنعام، آتيكم من الزهراوين، آتيكم من الأعراف، آتيكم من يونس ويوسف وهود والرعد وإبراهيم والحجر والأنبياء والفرقان والنور، ويقول قال فلان وقال فلان، يردون به ويضحدوا به حجج الكتاب. شو دينهم هذول؟ شو دينهم؟ هؤلاء الذين قال فيهم نبي الله يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء، يقرؤون القرآن يحسبونه لهم وهو عليهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. طيب ماذا قال ابن كثير؟ قال: اجتمعوا عند المنبر فجعل الرجل منهم يقول، دير بالك لعلك لو رجعت إلى ابن كثير ستجد أن ابن كثير لعله رد هذا ولو أثبت هذا. يعني هذه أحكام يا أخواننا. طيب، فاجتمعوا عند المنبر فجعل الرجل منهم يقول، اسمع مين هذولا؟ هو بيقول يصف حال أهل المدينة. طبعا لما قال لك أهل المدينة أنت مين بتظن؟ يعني الصحابة ومن علمت، هذولا كلهم ما بقي أحد في داره. هيك يعني بده يوهمنا. قلت لك لما قتل عثمان بقايا البدريين دخلوا بيوتهم لم يخرجوا منها إلا إلى قبورهم. الله، هذا جاي بيقول لي أهل المدينة. طيب كمل يا شيخ. ماذا فعلوا؟ قال: اجتمعوا عند المنبر فجعل الرجل منهم يقول: خلعت يزيدا كما خلعت عمامتي هذه، ويلقيها عن رأسي، ويقول آخر: خلعته كما خلعت نعلي هذه، حتى اجتمع كثير من العمائم والنعال هناك. يا ما شاء الله، هذا دينهم على نعالهم وعمائمهم، نعالهم وعمائمهم. حدثني عن صاحب كان فيهم. يلا ارفع لنا صاحبا سيدا من الصحابة. يلا نعال وعمائم يا شيخ، خلعوا نعالهم وعمائم. تقول لي على أهل المدينة. عبد الله بن عمر كان، عبد الله بن عمر قال: يشهد على أهل المدينة. قال ابن الزبير: نكث عهد بني أمية. يعني واضح أنه كان خالع نعله ولا عمامته؟ ابن عمر. طيب بقول لك: وخرج الفقهاء في ثورة على الحجاج. تلاحظ ما بيسميش حدا، بيقول لك بعض الصحابة، كبار التابعين، الفقهاء، أهل المدينة. يا أخي ركز معنا أخي، هذا هو السحر،
هذا الجبت، هذا عمل الكهان. أسمي لكم آية وأسمي لكم صاحبا وصديقا. بتقول لي الفقهاء، يا أخي سمي لنا. ما زال الفقهاء يعارض بعضهم بعضا، ولا لا يا أخوان؟ شعبة بن الحجاج من تابع التابعين قال: قول التابع لا يكون حجة في الفروع، فكيف يكون حجة في التفسير؟ أتم، فكيف يصير حجة في دماء المسلمين؟ بقول لك: وخرج الفقهاء في ثورة على الحجاج بن يوسف وعلى رأسهم سعيد بن جبير. أرده لكم: وعلى رأس سعيد ردا لسعيد الحسن البصري. مش بتحتاج في الرجال. سعيد بن جبير معصوم؟ الحسين معصوم؟ طبعا عند الشيعة معصوم. احنا ما عندنا عصمة إلا للأنبياء. واضح؟ فلا تقول لي خرج سعيد. يا أخي يخرج سعيد، يخرج سعيد رضي الله عنه. أنا بأكد لك أنك ستجد القرضاوي وبالحاج وفلان وفلان عندهم مسائل يخالفون بها ابن جبير وشيخ ابن جبير. تعرف مين شيخه؟ ابن عباس. ما القرضاوي بالحاج وفلان عندهم مسائل في الفقه والملل يخالفون فيها الرجلين. الآن جاي تحتج علي أن ابن الجبير خرج؟ واضح يا أخوان؟ هذا إيش؟ هذا تيه، هذا غش، هذا سحر يا أخوان. والله ابن الجبير خرج، ابن الجبير سعيد بن جبير خرج، خلاص انتهى، انتهى. ما لنا وما الكلام يا أخوان. كبر الله. عكرمة من أصحاب ابن عباس كسعيد بن جبير، عكرمة ومجاهد. عكرمة تخفف رواة الحديث عنه لأنه خرج وراء السيف، يعني كان يقاتل زي سعيد، فأبى أهل عصره ومن وراءه أن يأخذوا منه. فهو لما يقول لك سعيد يعني بالحاج، لا شك أنه من أحد المسلمين اليوم. أنا لا أحتج بأحد، هو يعلم أنه يحتج بأمثال ابن تيمية. ابن تيمية نقل الإجماع وجعله من أصول أهل السنة والجماعة حرمة الخروج على الوالي الظالم الجائر من المسلمين. ابن تيمية طبعا. هلا ابن حاج وفلان ما بيقول لك يا اخوانا. الشافعي يعني يعلم عن سيرة سعيد بن جبير، وأحمد بن حنبل كذلك. أحمد بن حنبل وسعيد بن جبير والشافعي لا يرون الخروج. مالك وأبو حنيفة يرون. هي الضاد. فإذا قلت مالك أتينا بالشافعي، قلت أبو حنيفة أتينا بأحمد، حتى تنتهوا لزاما معنا إلى نبي الله عليه الصلاة والسلام. صحيح؟ طيب اسمع. قال: وخرج الفقهاء على رأسهم سعيد بن جبير الذي كان يقول، بيفتح قوس كأنه يعني قرأ من البقرة ومن آل عمران، بيفتح قوسين: قاتلوهم ولا تأثموا من قتالهم بنية ويقين، علي آثامهم. قاتلوهم على جورهم في الحكم وتجبرهم في الدين واستدلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة. إن استحييت أن أرد ابن جبير فلا يليق بي مقام. أخطأ سعيد بن جبير وأصاب محمد عليه الصلاة والسلام، وأصاب عمر، وأصاب أبو بكر، وأصاب من اتبع نبي الله. أخطأ سعيد. مين بيقول أن سعيد النبي؟ عجيب. ابن عباس رد أبا بكر وعمر، أبا بكر وعمر، وابن عمر رد أبا بكر وعمر. لا يرد سعيد. سعيد بن جبير حجة نزل من السماء كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله. قالوا له ابن المبارك فعل وفعل، قال ابن المبارك: لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ علمنا من فوق. وأنا أقول هذا. ابن جبير وأمثاله: لم ينزله من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ علمنا من فوق. انتهى.
لا بحط لك علامات تعجب، خوفنا يعني. الله استنى خليك معي يا أخي. وين احنا كنا؟ أيوة، بقول لك ولم يقل عالم من العلماء قديما وحديثا أن سعيد بن جبير مبتدع ضال ومن آواه فهو ملعون لأنه آوى محدثا. وين؟ يعني بيلزم يقولوا لك، يعني بيلزم يتصلوا عليك يقولوا لك لما قلنا لك إن ابن تيمية ينقل أصول أهل الجماعة أهل السنة والجماعة أنهم لا يخرجون، هذا ماذا يعني من لسان الخطاب؟ أن ابن جبير مخطئ، والمخطئ في الدم ضال وممتلئ آثامه، بيقول لك احملوا علي آثامهم. أسأل الله أن يعافيني، لا أعلم أين ابن جبير الآن. وجب أن أقول ما قال الله وقال رسوله، إنما نخوف بالله ولا نخوف بابن جبير ولا بأحد من الناس. خوفني بالرحمن، قل لي قال نبي الله، لا تقل لنا قال فلان ولدته أمه كما ولدتنا أمهاتنا. اقرأ الكتاب، اقرأ حديث نبي الله. إلى الآن كم آية سمعتم يا أخوان؟ لا يعلم من المثنى. قال بقول لك وأنه، هو بيقول ما قال أحد أنه صاحب فكر ضال أو أنه منظر للفكر الضال أو أنه من الخوارج كلاب النار، بل قال فيه الإمام ابن حنبل رحمه الله. اسمع هاي الغش، طبعا لو فتشتم ستجدون وأنا لا أنقب في الخبث أصلا، بس هو بيقول لك بل قال فيه الإمام ابن حنبل. اسمع هذا الغش، قال لقد مات سعيد بن جبير وما تحت أديم السماء إلا وهو محتاج إلى علمه. بدأ أفترض فرضا، وهذا يعني من ابن حنبل عصمة لأعمال سعيد ولا ثناء على علمه؟ ثناء على علمه. ثناء على العلم شيء وادعاء العصمة شيء آخر. الدليل أن أحمد بن حنبل على رأس من نهى عن الخروج، فهو أوهمك أن أحمد مأيد سعيدا علما أن أحمد إذ بلغه حديث في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أرسل الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كان له أصحاب وحواريون يأخذون بأمره ويقتدون به ثم تخلف من بعدهم خلوف يفعلون ما لم يؤمروا، يقولون ما لا يعلمون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن. فلما بلغ أحمد بن حنبل هذا الحديث قال لا، مش قالوا له ابن جبير، بلغه حديث عن نبي الله، قال لا، ابن مسعود كان ينهى عن هذا. فأحمد بن حنبل أنكر الرواية هذه بما أن ابن مسعود كان ينهى عن الخروج كما درستكم من قبل، تذكروا؟ فبالتالي حتى لو صحت الرواية مدروءة مدفونة مداسة رواية هذا أن ابن حنبل لا يرى الخروج، وعلى رؤوس من لا يرى الخروج. الآن تجي توهم الناس أنه امتدح الرجل بعلمه، ما كلهم يعلمون علم عكرمة وعلم سعيد، إنما الحجة في الآثار كما قال أحمد بن حنبل. عفوك، إماتة الصلاة لا ما أذهب الصلاة ولا مرة يا شيخ. هذا يا إخوانا يعني بيكون من المبالغة، والناس يظلمون ويزيدون، بيكون أخر الصلاة عن وقتها، بيقول لك أمات الصلاة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن أمة يعني يؤخرون الصلاة إلى شرق الموتى بآخروها. طيب أين كنا؟ طيب وما زال الفقهاء وعلماء الشريعة يستشهدون بأقواله واختياراته الفقهية بعصمة، لا يردون له قولا، لا يخالفونه يا أخي استشهد، ما هم بيستشهدوا بابن عربي كمان. ابن عربي ليس ابن العربي، ابن عربي صوفي ضال
وبيستشهدوا يعني بأقوال للمعتزلة وأقوال يعني زي ما قال كثير ابن المديني وغيره، قال لو تركنا يعني الأخذ عن الشيعة لتركنا أهل البصرة، ولو تركنا الأخذ من القدرية لتركنا أهل الكوفة، ولكن كانوا يأخذوا من المتشيع المتشدد والقدري ما يعلمون أنه ثبت به السند. خلصنا. البخاري روى عن ضعفاء يعلم صوابهم في هذه، وعن مبتدعة يعلم صوابهم في هذه، هذا لا يعني توثيقه لهم. في البخاري 16 إلى 20 رجلا تكلم فيهم بالبدع، ولكن الرجل يعني أخذ عنهم بعلمه فيهم. هذا لا يعني أنا أحكم لك بكل ما جئت به. هذا يوهمك أن أنا بأكد لك أنه هذا المذكور وأشياخه والقرضاوي لزاما ورب هذا البيت يخالفون ابن جبير. ليه؟ مذهبهم إيش؟ سمعت حدا منهم بيقول أنا مذهبي جبيري سعيدي؟ ما حدا منهم. بالتالي تأخذون منه وتتركون. ليه الآن تكذب على الناس بتقول فقهه وعلمه؟ افهمنا أخي، ابن عباس أعلم منه، أليس شيخ ابن جبير؟ ويأخذون من ابن عباس ويدعون. بس شفت السحر، كبروا الله. وهو من ألمع تلاميذ، شوف بقول لك ابن جبير من ألمع تلاميذ حبر الأمة عبد الله بن عباس. هي بده ينفخ في ابن عباس لينفخ بابن جبير. طب ابن عباس لا يرى الخروج. عجيب. ابن عباس صاحب قد ابن الزبير، يعني كان يعني لدة واحدة، الاثنين مولودين في نفس العام. اسمع. طيب حبر الأمة عبد الله بن عباس وأقواله مشهورة في كتب التفسير والحديث والفقه. قل له خذ فيها كلها ثم تعال. جيد. وقال ابن كثير رحمه الله، هاي آية ولا إيش بتكون هاي؟ هذا حديث يمكن عندنا في شأن أحمد ابن نصر الخزاعي رحمه الله الذي كان يخطط للخروج على الخليفة، وكشف أمره بالخيانة والوشاية من أهل العلم والديانة. قال عنه ابن كثير وبحط نقاط: إنه من أهل العلم والديانة والعمل الصالح والاجتهاد في الخير، وكان من أئمة السنة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. وهو أغلق القوس. ظنك بالشافعي أنه كان كهذا الشافعي؟ نعم. مش كان يعني هذه النعوت في الخزاعي أحمد ابن نصر الخزاعي ألا تليق بالشافعي؟ تليق. الشافعي قال: ما منا من أحد إلا وتعزب عنه سنة رسول الله، وإن لم تعزب قد يضعف عنها ويعجز عنها ويكسل فيها ويخالفها. بتصير ولا لا أخوانا؟ قد يتأولها وقد يعني يوهم فيها وقد هل يسوق لك هذا الكلام أنه الرجل نبي معصوم؟ وقال لك: وقال فيه أحمد بن حنبل عن الخزاعي عندما بلغه مقتله رحمه الله: ما أسخاه لقد جاد بنفسه. بدي أفترض أن السند صحيح، أحمد لا يرى الخروج، هذا معلوم عنه. رد الحديث الذي في صحيح في صحيح مسلم عن ابن مسعود أن ابن مسعود كان ينهى عن الخروج، وأحمد أتوه أيام المأمون والواثق ومن وراءه أنه فعل وفعل وقال كلمة الكفر، فقال لهم أحمد: اقعدوا لا تخرجوا، فتنة خاصة لا تصيروها عامة. تفضل. هذا معلوم عن أحمد بن حنبل. يا أخي كان الرجل خالف نبي الله، جاد بنفسه وخالف نبي الله، تأول. عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم في السفر، عثمان مش هيك يا أخوان؟ فماذا قال الناس؟ تأول عثمان. عائشة أتمت، قالوا تأولت كما تأول عثمان. حجة، قالوا ليست حجة. فعثمان وعائشة يرد عليهم التأويل والخطأ، ولا يرد على ابن نصر الخزاعي ولا على ابن جبير كما يوهم هذا الفتى الخارجي، خارجي جبران.
إن كانوا رجالا كما قلت لك. يطلوا خلينا نسمع. أنت بتلاحظ بيكتبوا الكتاب الكامل بغير آية ولا حديث. اسمع أين كنا؟ طيب قال وحزن عليه يعني على ابن نصر أهل بغداد سنين طويلة. والله إنا أحزن على أثر نبي الله من حزننا على الخزاعي سنين طويلة. لا سيما الإمام أحمد، ولم يقل إنه مبتدع ضال من الخوارج ومن حملة الفكر الضال أو من الخوارج. بلاش يعني ما يضغطش علينا هو هذا، ما يضغطش يعني. احنا فكرك نأخذ أقوالنا إنه أحمد قال فنقول أحمد أمسك نمسك، أحمد النبي قال نقول، أحمد النبي نهى ننتهي. هذا هو يا شيخ. فإذا بتشد حتى يقول فلان عنه ضال أو خارجي، ستجد كثيرا في البيت المقدس يقول لك أن الرجل خرج عن أمر نبي الله. سجلوا علي يا شيخ. الخزاعي الذي كاد ليخرج على سلطانه مخالف لصريح قول نبي الله، فإن أصروا فقد ضلوا. وبيلزم يعني تسجل. إذا قال لي ما هو أنت مين يعني إحنا بنسأل عن أحد، انتظرني يوم الدين حين يبعث الناس ويوقف الأشهاد، ما يكتب فيهم وما ينزع عنهم. طيب قال ولم يقولوا إنه من الخوارج كما يشيع أدعياء العلم ووعاظ السلاطين، هدانا الله وإياهم لكل خير. آمين. هداني الله ابتداء وهدى من أراد الهدى، إنما أنا أدعو لنفسي أولا بالهدى حتى لا أضل ولا أقول بشنشناتهم. سمعتوا أكم آية وأكم حديث؟ سمعتوا؟ احتج عليكم بالآيات. طب فإن قال أحمد قلنا له قال عمر، فإن قال ابن عمر قلنا له قال أبو بكر، فإن قال أبو بكر قلنا له قال نبي الله. من أغلب؟ من أقهر في هذا؟ عجيب. مش هيك يا أخوان؟ سمعتوا هذه حجة؟ سمعتوا حتى تأمنوا من هؤلاء الثعابين ألا حجة لهم البتة. سمعتوا حجة يا أخوان؟ قرأت عليكم من ابن مسعود بسند حسن من الطبراني أن ابن مسعود شكوا إليه ظلم الوليد بن عقبة وكان له صحبة. فقال ابن مسعود اصبروا فإن جور الولاة 50 سنة، جور الولاة 50 سنة خير من هرج شهر، ذلك أني سمعت رسول الله يقول. هذا الكلام يا علي بالحاج ومدني والقرضاوي، هكذا الدين قال رسول الله. فقال ابن مسعود ذلك أني سمعت رسول الله، ما بيقول ابن مسعود ذلك أن ابن نصر الخزاعي وذلك أن ابن جبير يرى، هذا ليس بدين يا أخي. فقال الصديق ابن مسعود وعندنا بسند يحتمل التحسين، قال نبي الله ما أتاكم به ابن مسعود فصدقوه، ما قاليش ما أتاكم به ابن جبير والخزاعي فصدقوا. هي عندي عن ابن جبير. فقال عن ابن مسعود قال ابن مسعود ذلك أني سمعت رسول الله لا بد للناس من إمارة برة أو فاجرة. أما البرة فيعدل فيكم في القسم ويقسم فيئكم بينكم بالسوية، وأما الفاجرة فيبتلى فيها المؤمن. والإمارة الفاجرة كما الحديث عن نبي الله عليه الصلاة والسلام خير من الهرج. قالوا وما الهرج؟ قال القتل والكذب، كما يعدنا عباس مدني في الجزائر، القتل والكذب كما كان في ليبيا كما هو الآن في الشام. نحدث عن الأنبياء في البيت المقدس عن قيل الله وقيل المرسلين حتى ينزل ابن مريم ويحدث دعاة جهنم بالأماني والهوى وافتح قوس وقال فلان وقال فلان.
ما احتج التابعون، ورب العالمين عندنا حجج من الأسانيد أن التابعين كانوا يحاججون الصحابة بالكتاب. يا أخي امتلأت كتب التفسير أن ابن عباس يقول القول، وتلميذه ابن جبير وتلميذه مجاهد وتلميذه عكرمة يخالفونه. ثم يريدنا هؤلاء أن نختم بالعصمة لمن خالف الصحابة، فإن خالفوا الصحابة فهم أولى يخالفوا. لو كان بالرأي فما بالك بالنبوات؟ فقلت لكم يا أخواننا، يعني أكبر من سعيد بن جبير الحسين، يدفع عمله بعمل الحسن، ويدفع عمل السبطين بجد السبطين، ويدفع عمل علي وعمل عثمان وعمل عمر وعمل أبي بكر جميعا، ولم يكن بعمل نبي الله. صحيح ولا لا؟ صحيح. لو كيف قال الله قل لو كان معه آلهة، لو حصل أن الأربعة خالفوا نبي الله يدفع عملهم. لو شيء ما تقول لي عن ابن نصر الخزاعي جاد بنفسه وابن جبير وفلان، دعني من هذا. ثمة من شهد له بالعلم فوق ابن جبير، أليس حبر الأمة لم يكن يرى الخروج؟ أليس عبد الله بن عمر أتبع يعني من سمعنا عنه بالسنن لم يرى الخروج؟ أليس أبا سعيد الخدري؟ أليس جابر بن عبد الله؟ أليس عمر بن الخطاب؟ أليس نبي الله؟ بتقول لي فلان وفلان البداية والنهاية. أسأل الله أن نبتدئ بالأنبياء ولا ننتهي بأمثالكم. شو هذا بداية والنهاية؟ سمعتوا يا أخواننا؟ سمعتوا؟ فمن أرسل لنا من الإخوة أراد أن يعني نجيب على أجبت. فمن كان له قرن كهذا علي بالحاج وأمثاله يطلع لنا قرنه. لا نزال في الناس في هذا البيت المقدس حتى تثبت كلمة الله ولا يقال قول بعد كلام الله، وأيم الله بيننا وبينهم كلمة الله، وروحه ابن مريم ينزل من السماء يعلم الناس من كان على حق ومن كان في ضلال مبين. جيد. فمن كان محدثنا يحاججنا فبالكتاب والنبي عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم بعد هذا حجة فيما سوى جماعة أصحاب نبي الله. انتهى القول وثبت الوحي على ما ختم عليه. في سؤال؟ بارك الله فيك. آمين. أسأل الله لنا ولكم الهداية. اللهم رب هذا البيت، سمعت مقالتنا فما رضيت منها فتقبلها منها واكتبها في صحائفنا، وبارك فيها للمسلمين. وما لم يعجبك منها وما لم ترضى عنه منها فأنا منه براء، أرجع من توي إلى ما أمرت وإلى ما هديت وإلى ما قضيت. أبل لنا ربنا نطع ونسمع كالعبد الذليل الخاضع المخبت الذي لا يرفع عينه في مولاه. هذا أنا ومن معي، لا أرفع رأسي ولا عيني أخالف فيها الملك الذي أهلك فرعون والقرون الأولى وتبر عليهم تتبيرا. لست أنا بمن يجرؤ على هذا. جيد أخوانا، فاسألوا الله الهدى. أرسلت له وأختم بهذا كمان مرة أخوان، هذول يعني ثعابين، نسل ضلالة ونسل خوارج. البيت المقدس ليس كقطر وليس كالجزائر وليس كالشام عموما. البيت الحرام أحرم بيوت الله، والبيت المقدس أقدس بيوت الله. من البيت المقدس أقول لكل من دعا بدعوى الخوارج بكل لسان أرادوه، بكل صيغة انتظروها،
إن كانت محاجة فهي محاجة، إن كانت مناظرة كما يقول الشباب فلتكن، إن كان تحديا فهو تحد. أنا على حد نبي الله وهم على حدود الخوارج. أطلعوا لنا كبراءكم وعلماءكم وأشياخكم. انتهوا. كلمتهم بهذا من عامين. إن كان كبرا فبئس ما فعلوا، وإن كان جبنا فشر ما هم فيه. فعلت هذا لا كبرا ولا جراءة على المؤمنين، إنما استحقاق حق الأنبياء. واضح أخوانا؟ قولوا لهم اكتبوا أرسلوا من البيت المقدس أنا ابن إبراهيم صلاح الدين أرسل إلى شرقها وغربها لعالمها وجاهلها صغيرها وكبيرها أن القول ما قال محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء، وأن ما قالوا ضلالة بأشياخهم وعلمائهم لم يأتوا بشيء أبدا قط، ولن يأتوا بشيء أبدا ما داموا على هذا. بقي شيء؟ بقي شيء؟ ألا يكفيكم حجة أنه يشنشن سطورا لا آية فيها؟ وأبتدئ وأختم بالآيات من عامين كما قال الشباب لشيخهم أتى بكم هائل من الآيات. أتيتهم بجرة لبن خلفها نبي الله فطرة وعلما للأميين، حدثنا من أمثالها. ماذا عندهم؟ هي بيقول لك البداية والنهاية. تاريخ يا أخي، تاريخ تدفع به النبوات لو ثبت تاريخك. التاريخ كما قال أحمد بن حنبل، مش بيقول لك أحمد بن حنبل؟ أحمد بن حنبل بيقول ثلاثة لا أصل لها. اسمع: السير والمغازي والتفاسير. فهذا التاريخ البداية والنهاية، السير والمغازي، حتى يسندوا إلى نبي الله. هذا قول أحمد. ألا يحتج الرجل بأحمد بن حنبل؟ مش هيك يا أخوان؟ هذه الحجة. بعدين أنا مش فاهم شو هالوقاحة هاي. أنا اللي عامين بقولهم، فكرك أنا بترجى؟ كل مرة بقولهم إياه أكسر فقرة من عظامهم، كل مرة، وضلعا في صدورهم. كل مرة فكرك كان أنا أشتهي أن يطل لي بالحاج ولا بدني ولا غنوشي ولا القرضاوي. إنما نلقمهم الحجر وندك أعناق الكذب بالنبوات من هذا البيت المقدس حيث كان الأنبياء. شو الوقاحة يا أخي؟ واحد يرفع يقول يا أخي خليكن أزوأ منا، خليكن أزوأ منا. يقول لي مالك يا ابن إبراهيم، تعال نتحاجر. ما أنا والله يا أخوان، قال لي رجل إن كان صادقا فنعم ما فعل، وإن كان كاذبا فإثمه على نفسه. قال لي ذهبت إلى قطر وذهبت في وفد نزور العتبة المقدسة. العتبة المقدسة بيت القرضاوي. فأنا مازحت الرجل، قلت له بيته أكبر من بيتي، بيته أكبر من بيتي. فنظر لي هكذا يعني منكرا الرجل، مع أنه رجل ثري. فنظر لي قال لي قصر على البحر، إن صدق صدق وإن كذب فإثمه على نفسه. هذا ليس بشيء، لا يضرني. لعل الرجل يعني باع جمالا وباع شياها فاتجر فانتفع، لعله يعني يحتطب ليلا ونهارا، لا أعلم من أين اكتسب ماله ولا يعنيني. أنا فكرك زي المجانين اللي بيرسلوا لي قال من أين ينفق صلاح الدين؟ أنفق على ماذا؟ عندي 4 أولاد وامرأة، أنفق على ماذا؟ مرة بيدور حواليها أنني حرضت المسلمين على الصدقة، فجمعت منهم 114 دينارا ذهبيا أنفقتها ورب السماء على كتاب الله. بقولوا من وين الفلوس؟ اسألوا الجزيرة من وين الفلوس، اسألوا الدكتور يوسف، اسألوا المشايخ من وين الفلوس يا أخوان.
أنا لا أسألهم، لا يعنيني، أنا لست غرابا، ولكن أنا أجيب الولدان. فرأى الرجل في قصره وظني به أنه يعني احتطب واعتمل واكتسب يعني حتى فتح، مش هذا اللي بضرني. الرجل بيقول لي ما رأيت حول القصر من الحرس، يعني لو كان بكل حارسين مثلا مسلحان بقطع الصغيرة بنقول هذا تجدهم على أبواب الفنادق. قال لي المراكب اللي بيسموها الجبات 4x4 عليها رشاشات، هو قال صدق أو كذب عليه، قال لي مضاد طائرات حوالين القصر. والله إن كان صدق مصيبة يا شيخ، إن كان صدق. إذا ذهب أحدكم يا أخوانا يعني ما حدا يتقصد أن يعني يتبين، إن مر فرأى حدثوني صدق الرجل أم كذب الرجل. فالظاهر هذا الحرس اللي حواليه عشان هيك بيسمعش ماذا يصدر من البيت المقدس. ميدان التحرير بتابعه الرأس والدقة والزعقة في ميدان التحرير، والبنات والتحريش والحكي الفاضي والأغاني والعويدة وصور جيفارا، هذا كله بيعرف ويأتي وينصره. ماذا يجري في البيت المقدس لا يعلم، بذكروه في الصحابة. قلنا أخواننا بالفم الملآن والصوت المسموع الرفيع، من كان عنده غيرة وحرص على دين نبي الله يرى غير ما قلت فليأتي بغيرته وحرصه، وبيني وبينه وعلي وعليه حق المسلمين أدبا ورحمة ورفقا ولينة. أتاني ألين له ما أحسن واتقى. جيد. إنما دلونا على سبيل يمكن بيسمع هذول الأخوان كيف بيسمع. شو نقول؟ قلنا لهم أنت قلت له للقرضاوي أنت يا قرضاوي داعية على أبواب جهنم، أنت يا قرضاوي إمام ضلالة، أنت يا قرضاوي دجال، أنت يا قرضاوي مسيلمة، أنت ومن تابعك من عامه. شو أقول؟ أتواقح في دين الله أكثر ليسمع أكثر. شو أقول أخوي؟ شو أقول؟ ماذا أفعل؟ شو أسوي؟ أطير زي ما بيقول لي هذا واحد من اتحاد العلماء بيقول لي طير له روح له على قطر. بلزمش يطل هو على فضائية ما وبنتكلم. ليش أنا فكرك أثق أن يعني أنزل عندهم؟ لا والله. أنا بيقول لي جبات وطيارات ورشاشات. هلا بيحتجوا بالبينات لعدم الخروج على مرسي، وأنا أقول لأهل مصر الزموا بيوتكم، لا تخلعوا أميركم وسلطانكم الذي خلع أميره، لا تخلعوه، لا يحل لكم، لا ندين بالشهوة كما يفعلون. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. رب السماوات والأرض كما علمتني أبرأ ما علمت الخطأ وأرجع ما علمت الزلل، فبرئني من الضلالة والخطيئة وبرئني من شر نفسي. اللهم ربنا ورب الأنبياء والمرسلين أتبعنا الأنبياء والمرسلين واجمعنا في زمرتهم يوم الدين، واعف عني وعلى من تابعني وعمن تابعني، واغفر لنا وارحمنا وكفر عنا سيئاتنا وأنطقنا بالحق وأعملنا بالهدى والصالحات. رب الأنبياء والمرسلين إن خرج الأعور فاكفنا شره واربط على قلوبنا، وإن نزل الروح ابن مريم فأكرمنا بصحبته واجعلنا من أنصاره وحواريه، وانصر بنا دين محمد عليه الصلاة والسلام. رب أبينا إبراهيم آمين.